السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. كما وعدتكم من بعد ما رشيت الملحف ديالي بالرشات. هاد الرشه اللي كنت خدمتها معكم في الفيديو اللي فات. غادي نوريكم المهم كي جا. المهم قبلوا عليا. هنايا راه غير البنت اللي لبساتو. المهم ما لقيت ليه يلبسوا ليا كبير عليها. المهم تشوفوا غير الطريقه كي ديروا تلبسوه. وكما قلت لكم المهم كما تشوفوا عندي رشيته غير بشي رشات خفاف وصافي. درت جوج انواع. الرشه اللي درت معكم في الفيديو اللي فات وهذا الرشه اللي تشوفوا يعني حتى هذه راه كاينه في القناه، راه سبق لي خدمتها. وهنايا داك النص اللي لصقته حتى هو درت له رشات ودرت له شي زواقات اخرين. بالنسبه لهذه راه هذا الطرز تركي، وهذه راه رشه صغيره هذه خدمتها معكم. وخلاله امازيغيه حتى هي راه خدمتها. المهم بالنسبه لهاد الزواقات كاع اللي كاينين في هاد الملحف هذا راه كاينين في القناه كامل، الا كاينين في القناه ديجا، داكشي علاش ما شاركتهاش معكم. ورشيته بشويه الموزون. المهم حاولت غير نزوقو صافي، زواقه خفيفه وصافي. المهم نتوما تزوقوه كما بغيتو، تطرزوه كما بغيتو. وبالنسبه للعبار كما قلت لكم في الفيديو اللي فات عفوا، تديروا العبار اللي بغيتو. المهم انا هذا القياس اللي بغيت، ما بغيتوش يجي طويل. بالنسبه لطريقه اللباس هكا تيتلبس. المهم تتهزوا هذا النص هذا اللي لصقنا تحت اليد اليسريه وصافي، وتتحاولوا تطوبيه به بهذه الطريقه هذه. تدوروا على الراس. وبالنسبه ليا راه كما قلت لكم ما بغيتوش يجي انا واسع كبير بزاف. يمكن لكم الا بغيتو يجي الملحف نيت الملحف بالعبار ديالو الاصلي، يمكن لكم تزيدوا في العرض الطول ديال هاد النص اللي زدت. ديروا مثلا 2.5 في الطول على 1.50 متر. انا راه درت كما قلت لكم 2 متر على 90 سنتيم. وتنتمنى نكون وصلت لكم الفكره ويكون فيديو واضح وباين. وكما قلت لكم قبلوا عليا وصافي يعني ما لقيت لي لبسوا ليا ولبستو البنت واخا كبير عليها. المهم غير باش تشوفوا الطريقه والشكل، هذا هو الاساس. ونخليكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شي حاجه جديده ان شاء الله يا ربي.